تعالوا احكي لكم على صديق ليا بقاله فتره بيشتكي من وجع في معدته. لف على اكتر من دكتور باطنه وخد ادويه معده من كل الانواع وللاسف مفيش تحسن. وبالصدفه كان قاعد معايا وبيحكي لي، فقلت اما اكشف عليه وافحصه، وكتبت له علاج للقلب. والغريبه ان معدته اتحسنت. هو نفسه ما كانش مستوعب، وزيك كده وانت بتسمعني مستغرب. وايه علاقه دواء القلب بالمعده؟ تعالوا احكي لكم. في حالات كتير من امراض القلب بيكون اول عرض ليها وجع في المعده، وللأسف الناس بتفضل تعالج في المعدة وتغير أدوية، ولكن المشكلة الأصلية لسه موجودة لأنها أصلا في القلب مش في المعدة. عشان كده نصيحتي ليكم، لو عندك وجع مش مفهوم ومنفعش مع علاج المعدة، لازم تروح على طول لدكتور قلب وما تستناش. وببعض الفحوصات البسيطة هنعرف انت عندك ايه ونتعالج ان شاء الله في أسرع وقت. بس أهم حاجة ما نستناش، لأن كل ما كان التشخيص بدري كل ما كان العلاج أسرع. وبطلب منكم انكم تعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لناس اكتر، يمكن نكون سبب انهم يتعالجوا من مشكلة بقالهم كتير بيشتكوا منها. وبتمنى لكم يوم سعيد وصحة جيدة. كان معاكم دكتور ايمن حامد، استشاري امراض القلب والقسطرة بألمانيا. لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبولي وانا هجاوبكم عليه.